بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا مستمع راديو هيتس في كل مكان. حلقه جديده من ساعه كوره مع حازم. بنتكلم طبعا عن الكوره في مصر، ودايما الكوره عندنا كلام كتير جدا عن الكوره في مصر، ودايما الكلام بيبقى عن كل ما يدور حوالين الكوره، وليس كره القدم الفعليه، وليس التاكتكس، وليس الفنيات. كله بيتكلم دايما عن ادارات، عن او المشاكل دايما اللي عندنا في مصر. هي الاداره عملت ايه، التحكيم اخباره ايه، هو دي اللي احنا بنتكلم دايما عليه في كره القدم. محدش بيتكلم عن اي حاجه في الكوره اللي هي بقى نفسها الكوره اللي احنا كل الناس بتستمتع بيها وكل الناس بتشوفها بره. لا، الناس دايما عندنا المشاكل دايما اللي حوالين الكوره هي اللي بتطغى على الكوره. عشان كده وجهه نظري ان احنا دايما واقفين في مربع صفر في الكوره، ما نتقدمش، لان احنا على طول بنقف عند حاجات معينه والدنيا بتسود، ومحدش بيفكر انه يشتغل على الكوره على قد ما بيشتغل على النقد فقط، ومحدش بيشتغل بانه يحاول يصلح النقد ده بشكل او باخر. امبارح طبعا ماتشات كانت مهمه في الدوري المصري. اخيرا طبعا الاهلي والمصري كانت امبارح في سهره بالليل، كان ماتش مهم جدا. و اقول لكم الاسبوع السادس نتائجه ايه، ابتداء من يوم السبت حد 2. طبعا ده كان ده الاسبوع السادس عشر، ده الاسبوع طلائع الجيش مع سموحه. فوز طلائع الجيش على سموحه، ونتيجه صعبه جدا على نادي سموحه. سموحه فرقه كبيره وعامله شغل جامد جدا، ولكن الحال نوعا ما بقى له فتره مش طبيعي. نادي سموحه الانتاج الحربي بيتعادل مع ام بي 1-1، والاتحاد مع الزمالك بيفوز الزمالك فوز مهم ويعني بشكل كويس جدا. الشوط الثاني الزمالك سيطر بشكل كبير، كسب 2-0. في الشرقية مع طنطا، وواضح ان الشرقية عندها مشاكل كثيره، واستقالة الكابتن علاء عبد العال، ان لقى ان الامور، انا سمعته يعني بيتكلم على ان الامور صعبه في نادي الشرقية، وان اللعيبه مش عايزه تنفذ، وان واضح ان هو حس بيأس شديد. ان الراجل ما بقاش كتير مع نادي الشرقية، كان مش ابتدى الموسم مع نادي الام بي وراح لنادي الشرقية في وسط الموسم، واحنا لسه في الاسبوع ال16، وبالتالي يعني ما قعدش 4-5 ماتشات على بعض وفقد الامل بشكل كبير. طنطا بيواصل تألقه بعد الفوز الاسبوع الماضي على وادي دجله 2-0، بيكسب 1-0. يمكن ضيع يعني مش اقل من 10 فرص في المباراه الشرقيه. الداخليه وادي دجله ونتيجه تعادل 0-0، يمكن نتيجه نوعا ما ايجابيه لكابتن اشرف قاسم ولميدو. حتى الان لسه يعني اعتقد ما كان يمكن وادي دجله اشتغل اكتر في الماتش ده. النتيجه اكيد مش هتبقى على هوا ميدو قوي، لكن اعتقد الداخليه هتكون بشكل كبير مبسوطه باللقاء. طيب خلينا نروح. النهارده في كلام كتير جدا عن القمه ولقاء القمه والتاجيل ومش التاجيل ومواعيد الكاس وعوده الدوري. خلينا ناخد كل ده مع طبعا الحاج عامر حسين رئيس لجنه المسابقات. وهو اليومين دول اليومين اللي هو الناس كلها اكيد تليفونه ما بيبطلش رن، ان كل الناس عايزه تعرف الدنيا هيحصل فيها ايه. مساء الخير يا حاج عامر. مساء الخير يا كابتن حازم. ازاي حضرتك يا فندم؟ كله تمام الحمد لله، الله يخليك. طيب النهارده اخبار كتيره لا تاجيل للقاء القمه، خلاص فعلا بشكل رسمي. هو اساسا ما كانش في كلام من الاتحاد يعني، لكن قصدي وصلت مع او الامور وصلت لفين يا فندم؟ امبارح كان في اجتماع مع مستر كوبر في اسكندريه والجهاز، وكانوا هم شايفين ان المصلحه ان الموضوع ما تلعبش، ولكن قال في الاخر ان لو في هيبقى في مشكله بالنسبه للتاجيل فخلاص يلعبوا المباراه. فنقلت الصوره للمهندس هاني، والمهندس هاني قال لي هرجع لمجلس الاداره وادرس الموضوع. والنهارده الساعه 11 الصبح بلغنا ان المباراه في ميعادها. تمام. واخترت الناس كلها ان المباراه في ميعادها. تمام. انا اعتقد ده احسن بصراحه. احنا يعني اتحاد الكوره حط جدول وحضرتك حطيت جدول، الناس كلها بتلعب الماتشات واحترام الجدول اكيد مهم جدا، وهيساعد ان شاء الله منتخبنا باذن الله، ودي حاجه انا شايفها كويسه جدا اتحاد الكوره عملها بصراحه. طيب امتى بقى الماتش؟ 29 زي ما هو. الملعب هيكون ايه يا فندم ان شاء الله؟ الملعب انا حاطط في الجدول ان دي مباراه الزمالك، حاطط في الجدول ملعب بيترو سبورت. لغايه دلوقتي الامن او في الاتحاد ما حدش اختار لان الامن اعترض عليه. فبالتالي لغايه دلوقتي المباراه في ميعادها بيترو سبورت. لو حصل اعتراض من الامن وادانا خيارات، الجيش السويس او الجيش وبرج العرب، بنبعت لنادي الزمالك يختار ملعب من الاثنين. لو حدد لي ملعب واحد يبقى احنا ملتزمين بيه، او نادي الزمالك صاحب المباراه لو قدر هو يجيب الموافقه في الملعب اللي هو عايزه طبقا للائحه وجاب موافقه الامن، هيبقى طبعا الزام علينا ان احنا الموافقات اللي جت من نادي الزمالك ان احنا نمشي عليها.
يعني لجنه المسابقات حددت ملعب مباراه القمه ملعب نادي الزمالك بترو سبورت، ولو الامن عنده اعتراض ممكن يتغير حسب بقى الامن هيقول ايه، وحسب نادي الزمالك يقدر يجيب الموافقه فين. صح كده؟ تمام. طيب المسابقات بتحدد موعدين لمباراه الزمالك والاولمبي بالكاس، صح؟ تمام. احنا حددنا طبعا في حاله لا قدر الله خرجنا من دور الثمانيه في بطوله افريقيا، وبعد المنتخب العسكري ما يرجع يوم 29 ان المباراه تبقى يوم 3 قبل مباراه السوبر ب7 ايام، يبقى في وقت كافي لنادي الزمالك. والبديل الثاني ان شاء الله نحطه بعد القرعه بتاعت بطوله افريقيا اللي هتتعمل يوم 21 عشان نبقى عارفين موقف نادي الزمالك ايه في اللعب خارج او داخل المباراه. دي بتفرق معايا كتير في موضوع الطيران. لما بيلعب جوه بقدر العبه قبلها ب4 ايام، لو بيلعب بره لازم اديله مهله اكتر عشان الطيران. فبالتالي هننتظر الميعاد الثاني البديل بعد بطوله بعد القرعه بتاعت افريقيا ان شاء الله بعد يوم 21. بالنسبه لدور ال 16 فحددنا يوم 6 و7 و8 فبراير، ما عدا في حاله وصول الاهلي والزمالك هيتم تاجيل المباراه بتاعتهم عشان مباراه السوبر. طيب تمام. كده ما خليناش الفرقه برضه تقعد لغايه يوم 13 من غير لعب، اللي هي ما عندهاش لعيبه في المنتخب. بالتالي يبقى لعبهم في اقرب وقت اللي هو يوم 6 و7 و8 اللي هو دور ال 16. من دلوقتي لغايه 29 في كاس هيتلعب المفروض يوم 20 اللي هو بكره. هنبدا الكاس من يوم 20 ومن يوم 21 من يوم 21 اول مباراه للاتحاد والسكه يوم 21. دي عملناها فيها مباراه واحده عشان في مباراه الزمالك او الانتاج والزمالك في نفس اليوم، وعشان برضو النقل التلفزيوني ما كانش عندنا الا ميعاد واحد عشان هندي 3 ساعات بين الدور ال 32 عشان الوقت الاضافي وضربات الترجيح. وبعد كده نلعب لغايه يوم 25 ان شاء الله، ما عدا المباراتين بتوع طنطا واسوان اديناهم راحه اكتر عشان ما يبقاش ضغط عليهم بين المباراتين عشان عندهم مباراه في اسوان مباراه بره. فعملناها يوم 2 فبراير، ومباراه الشرقيه والتعدين عشان الشرقيه عنده مؤجل مع نادي الزمالك فما عندوش وقت يلعب لان عنده 24 وبعد كده 29 بعد كده 30 فما كانش في فرصه يلعب المباراه، فخليناها برضو يوم 3/2 ان شاء الله. اسوان والنصر العين كان قالوا ان هم هينسحبوا، الكلام ده فعلا ولا كلام ما جاش ورق ولا حاجه؟ يعني النهارده جاي جواب من نادي اسوان بالاعتذار. انما طبعا انا شايف ان يعني بنديهم فرصه ان هو يتراجعوا لان طبعا الموضوع مش سهل، اللائحه صعبه انه في غرامه كبيره وفي منع من الاشتراك لمده موسم في الموسم اللي جاي في كاس مصر. طب هم كانوا بيتكلموا يا حاج عامر في نظريه ما يلعبوا بعض اسوان ما دام هي موجهه في بعض الاوقات تبقى يلعبوا بعض بدل ما يتكلفوا المشاوير والمواضيع دي، كان هو برضه وجهه نظر بالنسبه لهم يعني. كان النصر لاعب اسوان في كاس مصر دور 32. وصلت لك وجهه النظر دي قبل كده ولا ما سمعتهاش؟ لا اصل ما ينفعش من غير قرعه اثنين قريبين من بعض تعالوا تلعبوا بعض، يعني كل واحد الفرقه تختار الثاني هيلعبها يعني صعب قوي يا كابتن حازم. يعني هم قالوا في ناس قالت يعني الكلام ده ما وصلناش لكده يعني كابتن حازم. انا قصدي سمعت الموضوع ده يعني حد قاله لك؟ انا سمعت ان رئيس النادي قال ان طنطا برد اللي يوديني طنطا، ومره قال ان ده انا كده مش هاخد الكاس اللي يوديني لغايه طنطا عشان العب ادفع الفلوس دي كلها. يعني الامور طبعا ما ينفعش ان انا ارد باحترامي طبعا رئيس نادي اسوان راجل محترم جدا طبعا دكتور انما دكتور حسن ممكن يبقى بعيد عن الكوره شويه والراجل الظروف الماليه بالنسبه لهم صعبه. انما ما اقدرش اعلق على تمام على الكلام دوت ان في الاخر في مندوب النادي اسوان كان موجود في القرعه وشرحت القرعه قبلها يا كابتن حازم وقلت ان النادي بطل الدوري في حته وبطل الكاس في حته. وقبل كده انا طبقتها والاهلي والزمالك لعبوا بعض في دور ال 16 لما كان الزمالك ما عملوش تصنيف ولا اول ولا ثاني ولا ثالث ولا رابع، كان الخامس السنه ديت. والاهلي والزمالك اتقابلوا في دور ال 16 على طول. احنا المعيار اللي عندنا بطل الدوري في حته وبطل الكاس في حته. الثالث والرابع بنعمل قرعه، والاول مره نعمل قرعه للنادي المصري ما نبعدوش عن الاهلي. ده راح في اتجاه مع بطل الدوري، ده راح في اتجاه مع بطل الكاس. برضه عايز والباقي كله في قرعه واحده بقى بالارقام زي ما بتطلع. لازم تحسبها ان النص اللي فوق اقوى، النص اللي فوق تحت، وده كاس. ما في الاخر في القرعه الناس كلها ما بتلعبش بعض.
طيب عايز اوضح برضو نقطه ثانيه حاجه ذكرتها، بس في بعض الناس كتبت على موضوع دور 16 ان في انديه يعني زي الزمالك هيلعب كل ماتشاته على ملعب الخصوم. حضرتك كنت قلت ان كل الماتشات دور 16 على ملاعب محايده، صح كده؟ ده قرار نهائي طبعا، قرار نهائي اول دور 16 على ملاعب محايده. لجنه المسابقات بتشوف مين الناديين ده طلع من هنا ده طلع من هنا، فبيبقى الملعب محايد. لو في القاهره الاثنين من القاهره بنحطه في القاهره، بس بنحول في ملعب مش من ملعب الفرقتين. لو اسكندريه والقاهره يروح يلعبوا في الاسماعيليه وهكذا يعني. تمام. ربنا يخليك يا حاج عمرو، دايما بنتعبك، لكن معلش اليومين دول يعني الناس كلها بتسال على المواعيد والاخبار. شكرا يا حاج عمرو، شكرا جزيلا. شكرا. طيب يعني ان شاء الله لقاء القمه هيكون في ميعاده 29 ديسمبر، وده يمكن انا شايف وكان رايي الشخصي هو ان هو الجدول يمشي زي ما هو، خاصه ان كان الجهاز الفني شايف ان الماتشات كلها موجوده. طبعا هما بيحسوا اكتر مننا بحاجات، خلي بالكوا اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار، يعني كلنا قاعدين بره بنحلل وبننقد وبنتكلم ولا وما ينفعش، لكن هم اللي في الاخر اللي بيشوفوا اللعيبه دي على ارض الواقع، وهم اللي بيتعاملوا مع اللعيبه دي نفسيا، وهم اللي بيتعاملوا معاهم بدنيا، وهم اللي شايفين الامور كان عايزين بشكل معين ان الموضوع يتسهل عليهم شويه. ولكن 29 ديسمبر هو اليوم الحاسم ان شاء الله، وهيكون يوم باذن الله يعدي بشكل كويس واللعيبه تطلع بشكل يعني طبيعي. ناس يمكن في ناس كاتبه ان اللعيبه ان الجهاز متخوف ان يحصل مشاكل نفسيه بين اللعيبه وبعض او يشدوا مع بعض في الماتش فده ياثر على المنتخب. اعتقد يعني انا لعبت ماتشات الزمالك والاهلي ورحت بعديها المنتخب وممكن تحصل مشاكل جوه الماتش، لكن اول ما بنقعد مع بعض صدقوني يعني في اول يوم على العشاء او على الغداء او على التمرين خلاص الامور بتبقى سهله والامور بتبقى يعني بسيطه، مفيش حد بيفتكر الكلام ده كله، بيبقى هدفه هدف منتخب مصر. واعتقد ان هم رايحين بطوله افريقيا هتبقى الهدف اقوى بكتير من ماتش كوره في الدوري المصري. خلينا نطلع لفاصل ونرجع نكمل كده. الو ورجعنا لكم تاني وحلوه الو دي ورجعنا لكم تاني وساعه كوره بنتكلم عن طبعا الكوره في مصر، ولقاء القمه هيتلعب ان شاء الله يوم 29 كما حدد مسبقا، وده انا شايف ان ده الموضوع ده مهم جدا، هو تثبيت الدوري العام، ده الناس عايزه تشتغل عليه بشكل كويس. البدري تفوق بدني وتكتيكي وراء الفوز على المصري. طبعا تصريحات ماتش امبارح، مروان محسن سعيد بهدف الاول مع الاهلي، اكيد الاسعد منه هو الكابتن حسام والجهاز الفني وكابتن سيد حفيظ اللي معايا على التليفون منورنا. كابتن سيد مساء الخير. كابتن حازم ازيك يا نجم مصر، عامل ايه؟ ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله كله تمام. امبارح الامور كانت هاديه على الدكه ولا كان فيها مشاكل؟ لا عادي، المباراة كانت هادية جدا، وكل واحد بيدي توجيهاته بحسب تعليماته للعيبة والفرقة بتاعته، وده طبيعي. خلي بالك كابتن حازم، في الدنيا كلها في العالم كله بيبقى فيه بعض الحاجات الصغيرة اللي ممكن يعني تبقى موجودة لكي ما حدش يشوف عندها يعني. يعني ما كانش في حاجة ميجر امبارح. لا خالص. انا بصراحة عجبني حسام حسن امبارح، كابتن حسام طبعا بعد في المؤتمر الصحفي، وكان بيتكلم بمنتهى الاحترام والهدوء، ودي يمكن يعني من الحاجات اللي انا شايفها جديده. وطبعا مبروك امبارح الماتش، فوز مهم. انا شايف يمكن كنت بحلل امبارح ماتش يا سيد، وكنت شايف ان كان في تحفظ من الاهلي شويه، يعني بقى الكوره مش معاك بترجع تحت نص الملعب تقريبا بتسع لعيبه، كان في تقدير لفرقه المصري واداء واضح من خلال. بص يا كابتن حازم، انا عايز اقول لك حاجه في منتهى الاهميه. دايما في تقييم كره القدم وفي التعامل مع كره القدم لازم تكون موضوعي جدا في تقييمك للفرقه اللي هتلعبك. تمام. فرقه مصر من الفرق اللي عملت نفسها عنوان كويس قوي 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 في الفتره اللي فاتت، عندها كمية جري كبيرة جدا، ولعب على مستوى جماعي سواء كان هجومي او دفاعي او ضغط حتى في مناطق الملعب المختلفة او في اماكن الملعب المختلفة. بتضغط بثلاثة او اربعة او اكتر من كده شوية. لازم تكون مستحوذ بشكل كويس، لازم الباص بتاعك تبقى بخيل جدا 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 وانت بتمرر ما يتقطعش. هتلاقي مساحات هتتخلق لوحدها. اوكي. تجربه السنه اللي فاتت وماتشين السنه اللي فاتت لو تتذكر كانت المصري هو اللي بياخد المباغته على طول، سواء كان دور اول او دور ثاني. تمام. فبالتالي انت بتبقى في اندفاعات عندك بيستغلها المصري، وده اللي حصل الدور الثاني. المصري جاب جون في اول 3 دقائق او 4 دقائق، وبعد كده جابوا جون في الدقيقه 20، وبعدين جون ثاني في الدقيقه تقريبا 50 او 60 من الشوط الثاني، وانت كمان انت اللي مستحوذ وانت اللي بتضيع وانت وقدرت ان انت ترجع للجيم بجولين، لكن الوقت كان عدى. فكان مهم جدا ان انت تتعامل مع اللقاء
بمنتهى الانضباط والجديه والالتزام، تمام، وتبص للفرقه بوضعها الحالي. حسام حسن عامل شغل كويس جدا 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 مع الفرقه ديت على المستوى الجماعي، على مستوى الفرقه ككل، مش على مستوى الافراد. فبالتالي انت احترمنا فرقه المصري طبعا وتعاملنا بمنتهى الانضباط، لكن اجمالي اللقاء ما اعتقدش ان حد يختلف ابدا ان احنا كنا الاكثر، وان احنا الاكثر وصول للمرمى، واحنا الاكثر تهديفا، واحنا الاكثر محاوله للفرص، واحنا الاكثر انتشارا في الملعب بشكل جيد يعني. بس واضح امبارح كان في التزام بشكل كبير للنادي الاهلي، يعني دايما الاهلي كان على طول لما بيلعب بيبقى ضاغط من قدام، بيلعب لعبه يعني طبيعي، لكن امبارح حسيت ان كان في تعليمات لكريم نيدفيد لوليد سليمان هو دايما يبقى تحت الكوره، يعني ده واضح بشكل كبير جدا. طيب موضوع لقاء القمه يا كابتن سيد 29 احسن ليكوا ولا شايف كان يؤجل؟ شايفه ازاي؟ لا انت ما عندكش حاجه تغيير يا كابتن حازم، انت الجدول جاي لك من الاول وانت عامل تدريباتك وبرنامجك التدريبي على كده. يعني لما اتقال موضوع التاجيل ده كنتوا مثلا مبسوطين متضايقين مش فارق؟ لا خالص، هتتبسط من ايه؟ انت في الاول والاخر كان عندك برنامج تدريبي عايز تلتزم بيه، كل اللي كنا عايزين نعرفه وانت ليه هتاجل اصلا. يعني السبب ايه؟ يعني انت عندك جدول كل راح نسخه منه لكل الانديه، فلما تيجي تطلع حاجه زي كده ادينا السبب، تمام. فبالتالي ما جاتلاش حاجه رسميه ولا حاجه، فانت ماشي في برنامجك التدريبي بالعكس. طيب معلش هرجع للماتش امبارح بس يا كابتن سيد بعد اذنك. امبارح كان في كلام على طبعا ضربه جزاء لنادي المصري كانت ممكن تغير اجواء اللقاء شويه، شايفها ضربه جزاء ولا ما شفتهاش ولا شايفها ازاي؟ ولا شايف دي جزء من اللعبه يعني؟ لا وانت عندك كمان ضربه جزاء للاهلي في الدقيقه 35، يعني الناس بس بتروح للحته دي، يعني في فاول للاهلي في الدقيقه 35 بالظبط، بس طبعا اللي هي انهي واحده فكرت؟ الحالات التحكيميه ما جبتوش، كان فاول للنادي الاهلي. اتفرجت على الحاجات التحكيميه لما رجعت؟ طبعا ما انت لازم يعني يجيبوا لك الحته اللي هي طب ايه انهي واحده فكرني؟ انا كنت باع في الماتش مش فاكر. قول. في فاول، لا في فاول للنادي الاهلي بره ال 18 والحته جوه ال 18 اللي هي لفت جت في ايد الناس، اتعادت مره واحده بس. اتعادت مره واحده بس. ده بس دي كابتن الشناوي قال انها يعني دي ما طلعتش بره جسمه، يعني هو قال كده والله، مش انا والله، هو اللي هو بتاع التحكيم. حاجه بس اقول حاجه، في واحد بينط لفوق، في واحد بينط لفوق وايديه جوه جسمه، يعني هينط ازاي ده؟ لا انت شوف ماشي، بس بتاعت المصري بصراحه باينه قوي يا كابتن سيد. ما هو بتاعت الاهلي برضه باينه، بس ما فيش حد واقف عندها. يعني بص لبتاعت الاهلي هتلاقيها باينه برضه، تمام. يعني لو اتعادت مره واثنين وثلاثه هتلاقي واحد يقول لك فيها وعليها، تمام. انت شايف المواضيع دي طبيعه في كره القدم، يعني يوم ليك ويوم عليك، يعني قصدي الاهلي يعني خلي بالك لحد دلوقتي كابتن حازم والله ما تحيز خالص، احنا ما جبناش اليوم اللي لينا خالص لحد دلوقتي، يعني لحد دلوقتي ده الناس بتقول الاهلي بيستفيد ولا يعني ما جاتش عليه حاجه لغايه دلوقتي ميجر يعني. فين يا كابتن حازم؟ فين؟ لا بقول لك الناس بتقول اللي اتحسب عليها ضربات جزاء السنه دي من اكثر الفرق. كام ضربه جزاء على النادي الاهلي السنه دي؟ على 4. امال ايه؟ ايوه يعني انت محسوب عليك يعني ضربات جزاء في المقصه في ماتشات كتيره، ماتشات المقصه عندك، وادي دجله عندك، طلائع الجيش عندك، يعني اتحاد لا الاتحاد لا لا الاتحاد احنا 2 بس ضاعوا، بحسبهم عليك. طيب طمنا على مروان، مبسوطين بمروان امبارح؟ اداؤه كان كويس متهيألي، وهو لعيب كويس طبعا يعني انت عندك بس يعني في تقييم جماهيري وفي تقييم مسؤولين او مهنيين او حرفيين، تمام. التقييم الجماهيري ده بيبقى لحظي، يوم بعد يوم يعني بيتغير، يعني النهارده انت كسبت فانت احسن لعيب في الدنيا، النهارده خسرت فانت لعيب ما تصلحش ابدا انت تكون موجود، لكن التقييم المسؤول ده ما ينفعش يبقى لحظي او على حسب النتيجه. تقول النهارده مش موفق خالص، فلان مش موفق خالص، تمام. لكن حازم امام لما يجي يقيم واحد يقول لك لا عنده 1 2 3 4 العناصر اللي عنده المميزه اللي فيه 1 2 3 4 لا يستاهل يلعب في النادي الاهلي او ما يستاهلش يلعب في النادي. مظبوط صح، تمام صح. فلو غاب التوفيق شويه لكن تقييمك النهائي بالنسبه له ثابت. طبعا ثابت، حالته مش كويسه حالته كويسه، دي قصه ثانيه، لكن تقييمك النهائي مظبوط. فمروان من الحالات او من اللعيبه اللي عندها امكانيات كويسه قوي ومنتظرين منه الكثير، روحه حلوه جدا جدا جدا، وهي عودته لمصر كان لمنتخب مصر مهمه جدا بصراحه، لعيب هيفيد. وبعدين عنده كرة كويسه قوي طبعا، مقاتل بشكل رائع جدا جدا، تمام. على المستوى كل الكرة العاليه تقريبا هو واخدها في بتاعته صح. طيب علي معلول يا كابتن سيد، هل في مشكله فعلا ان يعني راجل كان الاساسي على طول وفجاه بعد بشكل كبير وما عندوش اصابه على حد علمي، يعني فايه المشكله في علي معلول؟ لا علي يمكن خد حوالي 14 لقاء متواصل جدا ما بيغيرش خالص نهائي يعني. فكان معانا امبارح على فكره في المعسكر، بس كانش في السكور هو لكن وجوده موجود معانا في
بشكل مهم جدا 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 خلال السنه على فكره. يعني خلال السنه عشان في ناس بتقول فيه عروض جايه له بشكل رسمي، يعني احنا ما جبناش حاجه بشكل رسمي خالص لحد دلوقتي. فخص علي معلول اطلاقا يعني. لكن مشاركته عادة انت عارف انها بتبقى راجعه لكابتن بدري يعني. بشكرك كابتن سيد، شكرا جزيلا، نورتنا كالعاده، وان شاء الله دايما متفوقين باذن الله. بشكرك كابتن سيد. ده كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره بالنادي الاهلي. ويعني كنا بنتكلم طبعا على ماتش امبارح، والناس بتتكلم طبعا على ضربه الجزاء اللي ما اتحسبتش. هو كابتن سيد بيقول كمان ليه ضربه جزاء، او النادي الاهلي ليه ضربه جزاء اللي هي كانت في ضربه الثابته. يعني كل واحد طبعا بيشوف من منظور، وهذه كره القدم، كل واحد ليه منظور بيشوف بيه، ولما بيحصل اجماع على حاجه بيبقى اكيد هي الصح طبعا. يعني موضوع زي ما قلت لكم، عايز اقول لكم على ايه تاني. طيب هاخد اخبار برضو معانا. باسم ومروان يتصارعان على مقعد راس الحربه للمنتخب. كويس يبقى عندك اتنين، ما كان الاول ما فيش غير باسم، دلوقتي باسم ومروان، والاتنين حالتهم كويسه. مروان بيجيب جون وباسم بيجيب جون الماتش اللي قبليه. اتمنى كمان، انا بقى وجهه نظري، جمعه كمان لاعب النادي المصري، لعيب هايل ولعيب ممتاز، ومن اللعيبه اللي ادائها ثابت طوال 15 او 16 اسبوع. هو واحد من نجوم النادي المصري، بيلعب على طول، بيجيب اجوان على طول، بيصنع اهداف على طول. لعيب انا شايف ممكن يكون اضافه كبيره، وبينط في العالي كويس. امبارح الكورتين بتوع النادي الاهلي في الماتش الشوط الاول لو تشوفوا، اللي اتحرك ولعب الكره بدماغه، يعني بيعرف لعيب عنده بيتحرك من غير كوره كويس. والكره اللي في اخر الشوط الاول برضو اللي عملها بشماله في الزاويه البعيده اللي جت في العارضه، يعني لعيب بيلعب برجله كويس. يعني عنده ميزتين، ان في لعيبه بتلعب ممكن تتحرك كويس لكن ما عندهاش مش الفوت ورك بتاعها او مش حريفه، لكن شفنا الكره الثانيه اللي عملها، ومش بس يعني الماتش امبارح، لكن بتكلم انه بيلعب الاهلي اكيد ماتش صعب، بيبقى عليه حمل كبير، وبيعمل الشكل ده. انا شايف جمعه من اللعيبه اللي تستحق انها تكون موجوده في منتخب مصر. خلينا نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلام. اللي في قائمه الهدافين فعلا هم رصاد حربه، هم 2 افارقه يعني مش مصريين. نانا بوكو طبعا جايب، هو هداف المقصه 9 اهداف، وبعدين احمد الشيخ 8، مش لعيب مش راس حربه. كابونجو كاسونجو الاتحاد 7، وبين عبد الله السعيد 6، وحسام باولو الخامس 6. عندنا مشكله كبيره في موضوع الهدافين ده يا جماعه، بقاش عندنا كتيره هدافين زي الاول. يعني تشوف الهداف الدوري بقى اجنبي، واللي تحتيه برضو اجنبي، واحمد الشيخ مش راس حربه، وعبد الله السعيد مش راس حربه. هتلاقي حسام باولو هو اللي ما بيلعبش بقاله فتره كمان. حسام يمكن هو طبعا من الهدافين، انا بشوف ان هو من الهدافين الجامدين، ولكن دايما عنده واضح انه مشكله، وممكن يكون في نادي الزمالك على فكره في شهر 1. واعتقد ده يبقى انتداب كويس جدا جدا لنادي الزمالك والسموحه، لان واضح ان كابتن حلمي يعني عنده، او اداره السموحه عندها مشكله مع حسام باولو. هو طلع بشكل علني في التلفزيون وقال ان هو يعني مستاء من ان هو ما بيلعبش، وانه عايز يمشي من نادي سموحه. عايز اقول لكم قرعه برضو على كاس مصر، المفروض زي ما الحاج عامر قال هيبقى يوم 21 هتبتدي بطوله الدوري دور 32، بطوله الكاس دور 32. في مؤجلات لنادي الزمالك في الدوري هتبقى موجوده يوم الاربع. اول ماتش المؤجل انتاج الحربي مع الزمالك هيبقى يوم الاربع ان شاء الله، ده من الاسبوع الاول. والزمالك والشرقيه يوم السبت 24 ديسمبر، ده الاسبوع المؤجل من الاسبوع الرابع. طبعا في ماتش تاني الانتاج الحربي، قصدي ماتش طلائع الجيش برضو مؤجل، لكن لسه ما اتعمل، هو والمقصه لسه الماتشين دول ما تثبتوش او مش هيتلحقوا يلعبوا طبعا قبل ماتش الاهلي. الزمالك هيلعب ماتشين مؤجلات، وبعدين ماتش الاهلي في النص هيلعب، يعني لعب امبارح، وماتش 29 الزمالك هيلعب في النص ماتش الالومنيوم في دور 32 في كاس مصر. ده يمكن يعني اللي هيبقى موجود الفتره القادمه بالنسبه لكاس مصر دور 32. الاتحاد السكندري هيبتدي بيوم الاربع 21 ديسمبر بعد بكره ان شاء الله، الاتحاد مع السكه الحديد. وبعدين يوم الخميس في 4 ماتشات، انبي مع الفيوم، وبتروجيت مع الاسيوطي، وسموحه مع المريخ، والاهلي مع الالومنيوم. الجمعه 23 ديسمبر طلائع الجيش مع كهرباء الاسماعيليه، الداخليه مع الجونه، وادي دجله مع فاركو. السبت 24 ديسمبر المقاولون العرب مع حرس الحدود، والاحد تستكمل المباريات الاسماعيلي مع عرب الرمل، المصري مع غزل المحله، الانتاج الحربي مع نادي مصر، ومصر المقاصه مع اتحاد الشرطه. دي الماتشات بتاعت كاس مصر دور ال 32.
كلها. وزي ما قلت لكم الزمالك هيلعب ماتشات مؤجله اللي هي الماتشين اللي جايين ان شاء الله في الدوري، وهيلعب الكاس بعد العوده مع بعد العوده من افريقيا. طيب عايز اقول لكم برضو اخبار. طبعا الاهلي على قمه الدوري ب 42 نقطه، المصري المقصه 34، المصري 31، الزمالك ولكن ليه طبعا 4 مؤجلات 28 نقطه. الزمالك لو كسب كل ماتشاته يبقى اقل نقطتين فقط من النادي الاهلي. ويعني انا شايف ماتش الاتحاد الشوط الثاني اداء كويس جدا جدا للزمالك. سموحه بيتراجع للمركز الخامس ب 27 نقطه. يعني الحاله الفتره اللي فاتت يمكن مش هو سموحه اللي احنا نعرفه. طلائع الجيش السادس، بتروجيت السابع، الاسماعيلي الثامن، المقاولون التاسع، الاتحاد العاشر، وادي دجله ال11، الانتاج الحربي ال12، امبي ال13، طنطا واخد 6 نقط من اخر ماتشين، طبعا نتيجه مهمه جدا. طنطا وبيقرب لامبي، هو عدد نقاط امبي 15 نقطه، الداخليه 12 نقطه مع كابتن اشرف قاسم. النصر التعدين الشرقية اسوان في قاع الجدول، وحتى الان يعني مش شايفين امل قوي وبارقه. يعني شفنا اسوان لعبت ماتش كويس جدا مع الزمالك وبعدين خسرت 5. الشرقيه واضح عندها مشكله كبيره. النصر التعدين انا شايف ان هو مع كابتن اسامه يعني بصراحه في تحسن وفي اكيد تطور كبير لنصر التعدين. نتمنى للجميع التفوق ان شاء الله باذن الله. خلينا ناخد تليفون معانا. مصطفى، مساء الخير يا مصطفى. مساء الخير يا كابتن حازم. ازيك يا مصطفى، عامل ايه؟ الحمد لله، ازي حضرتك؟ كله تمام يا حبيبي الحمد لله. قول لي هو كابتن انت فين في البلد، فين في الزحمه ولا الدنيا رايقه النهارده الاثنين؟ يعني على كوبري اكتوبر كده قبل يا نهار ابيض. تبقى زحمه شويه. ما بقتش ابص عليه اساسا، ما بقتش احاول امشي عليه الصبح بصراحه، دايما واقف. قول لي طيب، قول لي عايز تقول ايه يا مصطفى؟ ربنا معاك يا حبيبي. كابتن يعني المشكله يا كابتن احنا عندنا التحكيم بصراحه انا شايف ان هو مؤثر على بطوله الدوري، مؤثر على اتجاه بطوله الدوري. النادي اللي هو بيستفيد من التحكيم او بيتكلم ان هو بيبقى عليه حاجات في ماتشات. يعني الكابتن سيد كان لسه بيتكلم من شويه كان بيقول عليه فاول. هو ما بيقولش هو استفاد من ايه. هو دلوقتي بقى مركز اول 12 نقطه من ماتشات. انا شايف الاهلي واخد 12 نقطه من ماتشات كلها بسبب قرارات تحكيميه. 12 نقطه. طب ايه فكرني كده ماتشات ايه يا مصطفى؟ قول لي. يعني مثلا ماتش الاسماعيلي ضربه جزاء، ماتش المقصه، في ماتش كمان بس مش فاكر، ماتش المصري امبارح. يعني كان ممكن كده كان يبقى تعادل 2-2. هو التحكيم يعني فيه فعلا الموضوع يعني بقى زياده شويه. اتمنى من التحكيم بتاعنا والحكام ان هم يطوروا من نفسهم زي ما اللعيبه بتتطور وننقد اللعيبه او ننقد الجهاز الفني. لازم برضو التحكيم والجلسات تكون اكتر، واتمنى ان ما يحصلش مشاكل لغايه ماتش القمه، لان هيبقى في فتره راحه كبيره. يعني اعتقد هيبقى فيها يعني وقفه كبيره جدا، هيبقى فيها محاضرات كتير، هيبقى في شغل بدني كتير. ولكن مثلا امبارح يا مصطفى كابتن جهاد ده رقم 1 ومصنف من احسن 3 في افريقيا، وهياخد ماتشات جامده في افريقيا. يعني قصدي انت تفسيرك ايه؟ طيب يعني راجل هو احسن واحد جايبينه الماتش امبارح. يعني مش عارف والله يا كابتن، بس الناس بتيجي يعني الناس في مصر مش عارف بتخاف بقى من يعني مش خايف بقى من النادي الاهلي، مش عارف يعني في حاجه غريبه يعني. الحاجات دي في ماتشات هم مثلا كابتن جهاد في ماتشات افريقيا يعني ممكن تكون الدنيا ماشيه معاه كويس، هو مش فارق معاه يعني الضغط المحلي اقوى عليه من الضغط الدولي والافريقي، مع انه المفروض العكس. يعني والله اعلم برضه في نفس الوقت هل في ضغط على الحكام اتحاد الكوره؟ يعني اتحاد الكوره ضغط على الحكام ان هو يعني حد من اتحاد الكوره هيروح يكلم الحكم يقول له ظبط النهارده؟ يعني مش عارف، بس يعني مثلا احنا بنسمع ان في عضو اتحاد بيقول حلف ان الزمالك مش هياخد يا دي العضو ده والله العظيم العضو ده غلبان ولا قال حاجه من الكلام ده كله. بس انا كل واحد ليه رايه. انا طبعا مصدق حضرتك، بس هي برضه لا يعني انا قصدي برضه كويس يا مصطفى. الناس فاكره ان احنا مثلا اتحاد الكوره ده بيروحوا رايحين كده لجنه الحكام. في ناس عندها على فكره، مش انت يعني، بس في ناس عندها الفكر ده. اكلمه انا مثلا كحازم، يا كابتن عندك مين؟ الزمالك عنده مين النهارده؟ كذا، طب خلي بالك منهم بقى. وده كابتن مجدي يكلم حد الاهلي مين؟ طب خلي بالك منه النهارده. يعني انا مش عارف المنطق ده ممكن، يعني ما اعرفش حتى كان موجود زمان، لان الله اعلم ما بحبش اظن في الناس يعني، لكن يعني ما ينفعش يا جماعه المنطق ان هو احنا عندنا التشكك في كل شيء. انا وجهه نظري هي قدرات
وزي ما انت قلت ممكن يكون بيخاف، ممكن مش على جهاد، على اي حد يعني بيخاف بياخد بيتشتت. لكن ان واحد هيروح يقول له خلي بالك والنبي من النهارده من فرقتنا، يعني ما اعرفش، مش مستسخه يعني، واي واحد بدماغه بيفكر اكيد مش هيستسخ، الله اعلم. بس انا يعني اعلم علم اليقين الكلام ده دلوقتي مش موجود. انا اتكلم على المرحله اللي انا فيها. يعني مفيش حاجه ملموسه في القصه دي، وانا شايف في نفس الوقت ان الحكام بتوعنا كويسين جدا. يعني في بس هو انا معاك في اخطاء كتيره بقت مؤثره وبتغير نتائج المباراه، طبعا في اخطاء وهيحصل يعني هيحصل اكيد وقفه كبيره مع التحكيم اكيد في الفتره اللي جايه اتجاه واحد. يعني حتى يعني على انديه وانديه، طب ماشي الناس بتتكلم على الزمالك ليه وعليه، لكن الاهلي دلوقتي هو في اول الدوري وهو ليه بس، يعني الاهلي ما خسرش نقطه مثلا بغلطه تحكيميه او حاجه يعني. لكن هم الكابتن بيتكلم في فاول في ماتش في بتاع، هو ده بيتكلم على بينالتي امبارح، بينالتي مش فاول، هو بيتكلم عن الكوره دي بينالتي ان الحيطه كانت جوه ال 18. هو كان قال فاول والحيطه كانت هتبقى واقفه جوه ال 18. جوه ال 18 هو بيقول الفاول والحيطه جوه. مش دي يعني اللي هتاثر على مش هتاثر على نتيجه الماتش في حاجه يعني. لا هو بيقول لو اتحسبت بينالتي كانت هتبقى 2-0 في الشوط الاول في اول نص ساعه، كان ممكن يعني وجهه نظري ان هو ده برضه يفرق معاه يعني. بشكرك يا مصطفى. اتفضل. في حاجه اخر نقطه بس عشان ما اطولش حضرتك. دلوقتي المستشار مرتضى كان اتكلم على شركه راعيه معينه ودفعت حاجه وبتاع، فدلوقتي الموضوع ده احنا ما عرفناش وصل لفين، او في حاجه مثلا. ايه شركه راعيه معينه؟ مش فاهم شركه ايه غير اللي موجوده معاه دلوقتي؟ لا كان هو بيتكلم على شركه راعيه بتاعت النادي المنافس. مالها بقى؟ ان هي دفعت حاجه وبتاع وكده السنه اللي فاتت. دفعت ايه لمين يعني؟ بيتكلم يعني ان هي دفعت يعني فلوس معينه مثلا. قصدك على التليفون والمكالمه والحاجات دي؟ ايوه بالظبط. طب ايه اللي حصل؟ ما احنا مش عارفين، احنا عايزين نعرف ايه اللي حصل. مش عارف بقى. نعرف بقى ايه القصه راحت فين، راحت النائب العام ما راحتش، يعني القصص دي هل الناس هتخاف وهترجع في كلامها ولا ايه؟ احنا عايزين نعرف ايه اللي حصل. طب دي بقى اتسال فيها المستشار مرتضى، ان هو اللي كان قال على الموضوع، وان قال ان هو رفع او بلغ النائب العام، بس مفيش حاجه جت بعديها. انا ما عنديش ديتيلز للموضوع ده بعد كده، وما اعرفش بقى ايه اللي بيحصل فيها بصراحه، ما عنديش المعلومه يعني كامله، نسال فيها ونشوف. انا اسف واخر سؤال، هل الكابتن وجيه احمد لسه موجود في اللجنه؟ هو وكيل اللجنه، او يعني موجود في اللجنه مع الكابتن رضا البلتاجي. وكان موجود مع الكابتن عصام عبد الفتاح، وكان موجود مع الكابتن جمال الغندور. بس هو المفروض اخر كلام ان هو كان خلاص، يعني الكابتن وجيه ساب القصص دي خالص بعد المشكله بتاعت المره اللي فاتت. فبعدين كابتن سيف في مره، استاذ سيف كان بيتكلم مع الكابتن رضا البلتاجي، فقال له فجت سير الكابتن وجيه، فانا فهمت ان هو موجود رغم ان موجود، فاهمه ان هو مش موجود. كابتن عصام عبد الفتاح هو اللي رشحه في قائمه في اللجنه، وكابتن رضا البلتاجي رشحه يعني ان هو موجود. بس يعني خلينا نشوف الفتره اللي جايه يحصل ايه في التحكيم. اكيد هيبقى في وقفه مع التحكيم نفسه، هم نفسهم مع بعض اكيد، لان اكيد ما حدش بيحب يطلع يعني وحش، وكل الناس عايز تطلع كويسه، واكيد كل واحد هيحاول يصلح من نفسه. لكن هيحصل اكيد بعض الحاجات في خلال يومين ثلاثه تكون اكيد حاجات ايجابيه، نتمنى يعني انها تكون ايجابيه. والله يا كابتن الحكام مستواهم كويس، بس هي الفكره يعني في حكام كتير، يعني معظمهم مستواهم كويس، بس هو بيبقى نازل، يعني لازم يبقى نازل حاطط في دماغه. بص انا اللي عايز بس اقوله لك واقول لك للناس، عشان في زملكاويه ممكن يسمعونا وعندهم منطق برضه، ده انا عايز اقول حاجه، لو حد بيغلط فهو بيغلط لانها قدراته هو غلط، لكن هو مش موجه ان هو يغلط. ده بس اللي عايز اقوله، لان في زملكاويه كتير فاكرين ان في اتحاد الكوره بيوجه. يا جماعه يعني الواحد مش عايز يحلف كتير، ولكن زي ما بقول لك هو خطا. يعني انت مثلا لعيب اللي حتى بيلعب في الزمالك، ما هو اكيد في لعيبه بتلعب وحش، هو لو عايز يلعب وحش ما بيلعب في الزمالك اللي انت بتشجعه، او بيلعب في الاهلي اللي انت بتشجعه بيلعب وحش. تمام ما بتقعدش تقول عليه ان هو متآمر او ان هو عايز يبقى وحش، هو مستواه كده. فهو ده اللي انا بتكلم فيه. يعني انا عايز بس اقول حاجه، ان احنا في اتحاد الكوره، انا مش هتكلم عن اتحاد الصفقه لان انا ما كنتش موجود في الصفقه، لكن انا بقول لك دلوقتي لو حد بيعمل حاجه او حد غلط في حاجه فهو قدراته كده، لكن ما عندوش توجيه بكده. ده لازم بس الناس تبقى عندها الشغل ده، الدماغ دي يعني. اتفضل يا فندم. انا مش قصدي ان اتحاد الكوره يوجه، ولا حد بيوجهه، ولا اتحاد ولا لجنه الحكام بتوجهه يعني. ممكن يكون منتمي يا كابتن. طب دي حاجه ثانيه، هنعمل ايه بقى؟ دي هتشوف بطاقته يعني، هتعملها ازاي؟ يعني مثلا اللي كان ناشئ في الاهلي ما يحكمش للاهلي، عشان ده معروف ان هو. طب ما اللي كان ناشئ في الاهلي مثلا بيلعب في الزمالك، ما الونش كان ناشئ في الاهلي وبيلعب في الزمالك دلوقتي، هيبقى هو منتمي للاهلي ولا منتمي للزمالك؟
ما هو الناس لو خدت بكل واحد كان بيلعب فين وهو صغير هتلاقي نص اللي في الاهلي كانوا في الزمالك ونص اللي في الزمالك كانوا في الاهلي. يعني الدنيا بتكلم على التحكيم بس يا كابتن. ايوه ما هو قصدي يعني انا قصدي طب ده التحكيم على الاقل التحكيم مثلا هو حكم، لكن هو مثلا اللعيب وهو ناشئ هو بيروح النادي اللي بيحبه وهو صغير، ولما بيكبر بيمشوه بيروح رايح غصب عنه بقى انه مشي فبيروح رايح لنادي تاني، فبالمنطق ده هو بيحب النادي الاصلي بتاعه بقى يعني فهيلعب وحش عشان بيحب ناديه. يعني قصدي الحكم ممكن يكون لعب في الاهلي لكن هو مش اهلاوي، او بيلعب في الزمالك لكن هو مش زمالك، هو عايز يلعب في المكان اللي هو عايز يلعب فيه. لكن يعني اكيد هتاثر يا كابتن على القرار برضه. يعني لو قرار مثلا يقول يعني ممكن كل شيء وارد يتردد ان هو يحسب مثلا ضربه جزاء على النادي اللي هو كان بيلعب فيه مثلا. طب انا هسالك سؤال، هل مثلا كل الحكام في انجلترا مفيش حد فيهم كان ناشئ مثلا في تشيلسي زمان او في ارسنال؟ امبارح ارسن فينجر طلع اشتكى من التحكيم وقال لك انا بقالي ماتشين بظلم التحكيم، بس ما حدش بيقعد يرجع المرجعيه ان الحكم كان ممكن يكون يعني قصدي احنا بنخش في ضمائر الناس يا جماعه بشكل مبالغ فيه. يعني انا بتكلم ان هو خطا واخطا، وانا امبارح ان بينالتي صحيح للمصري بشكل يعني طبيعي 100% ما فيهوش شك 1%، بس انا ما اقدرش اقول لك ان هو راجل عايز يبقى وحش. يعني راجل بطل احسن حكم في مصر واقول لك احسن 3 في افريقيا، يعني اكيد مش عايز يضيع كل ده وهو يخلع على افريقيا عشان الاهلي ينبسط. يعني قصدي فاهم وجهه نظر يعني ممكن يكون صح او غلط الله اعلم. يعني المشكله على مدار ايوه صح بدأ من بدايه الدوري مش على امبارح بس. صح انا معاك في اخطاء طبعا كتيره ومؤثره مش بس يعني، بس الاسبوعين اللي فاتوا كانت الدنيا ماشيه كويس بصراحه ما كانش فيه اخطاء كتيره، لكن امبارح حتى ماتش الاسماعيلي وماتش الاسماعيلي كان مين الاسماعيلي امبارح؟ الاسماعيلي كان بيلعب مين؟ او حتى ماتش كان امبارح ماتش الاسماعيلي كان برضه فيه ضربه جزاء في اخر دقيقه كانت ممكن تتحسب. يعني كان برضه انا شايف الايد طلعت قوي بره جسمه، كان مع بتروجيت امبارح. هو الاسبوع اللي فات كويس بصراحه بس امبارح حصلت شويه مشاكل بس. بالظبط. ماشي يا درش، يعني نتمنى ان احنا نوصل لحاجه كويسه. طب انا اسالك سؤال، انت مهتم بالمنتخب المصري؟ يعني عايز توصل لمنتخب مصر؟ شايف منتخب مصر ولا الاهم هو الزمالك والدوري بالنسبه لك حقيقه؟ يعني لما بتبقى بطوله الدوري شغاله انا بالنسبه لي الزمالك. لا ما انا عارف يعني مثلا لو ماتش هيتاجل عشان مصلحه مثلا الزمالك او الاهلي او منتخب مصر، يعني بتبقى انت شايف الدنيا ازاي؟ يعني لو هنأجل ماتش عشان مصلحه المنتخب ومثلا والفرقه فايقه بتاعتك، انا مش هتكلم على الزمالك، هتكلم عامه، يعني فرقتك فايقه وماشيه كويس وجي مثلا منتخب مصر قال لك لا انا هقف الدوري عشان انا عايز اركز. لا اكيد المنتخب طبعا. ده كلام بيني وبين ده كلام على الهوا بس ده يا معلم. لا هو كده عايز هو المدير الفني. انا اتمنى بص كل واحد عنده انتماء وكلنا بنحب. يعني انا زملكاوي يعني ما اقدرش اقول لك ان انا مثلا مش عارف، انا زملكاوي نفسي الزمالك طبعا يكسب كل حاجه، بس لازم يكون في عدل لكل الناس سواسيه بنفس المنطق. ده اللي انا بنحاول نعمله والله يا مصطفى في اتحاد الكوره، ده اللي انا عايزين نعمله. لكن الناس تقول لك حازم امشي من استقيل اصل هم مش عارف. يا جماعه طب ما انا هستقيل، طب وبعدين طب يعني الدنيا هتبقى احسن؟ انا الفكر ده، لكن الناس كلها بتحاول انها تصلح لو في حاجه غلط بتحاول تصلحها، بتحاول تعمل حاجات للاتحاد كمنظومه، مش انا حازم بس كلنا. يعني كل الناس بنفس المنطق على فكره، ما حدش عايز يعمل حاجه كله بيحاول يعلي في حاجات في مصر شويه. ان شاء الله ممكن بتاخد وقت لكن ان شاء الله انا مقتنع ان احنا هنوصل لحاجه كويسه باذن الله ان شاء الله باذن الله. لكن يعني اتمنى من الناس شويه انها تصبر، وان شاء الله الفتره الجايه هتلاقوا الدنيا احسن بكتير ان شاء الله. اشكرك يا مصطفى شكرا جزيلا. واحد بعت لي المنطق ده بيحصل في كل دول العالم، انت بتتكلم في ايه يا كابتن؟ ده بس انجلترا في اسخن من كده، واسبانيا ماتش ريال وبرشلونه 3 اخطاء. ماشي، ما انا زي ما بقول يا جماعه، يعني انا دايما باخد ان بحسن النيه بصراحه، ما بخشش في نيات الناس واقول هو قاصد وهو متعمد. يعني انا بشوف ان هي زي ما اللعيب بيغلط هو الحكم بيغلط، لكن هو فعلا ممكن يكون في حكام بتتاثر بلون الفانيلا بيخاف منهم، دي شخصيه حكم. زي ما بيبقى في شخصيه لعيبه بتخاف ماتشات اهلي او ماتشات الزمالك، في لعيبه بتخاف وفي مدربين بيخافوا، ممكن يكون في حكام بتخاف. نتمنى ان شاء الله ان يكون الفتره الجايه احسن. عايز اقول ان بكره في مؤتمر صحفي في اتحاد الكوره، معلش يا اسلام انا عارف متاخر، بكره في مؤتمر صحفي في اتحاد الكوره مهم، ودي يمكن حاجه اتحاد الكوره عايز يعملها ويحط فيها حاجه جديده، وهو موضوع التحليل DNA، وان هو هياخده هيعمل بيها يعني شراكه مع الشركه اللي بتعملها، لان دي مهمه جدا للعيب الكوره في مصر والبني ادم العادي على فكره، لكن لعيب الكوره وبتحدد له ياكل ايه ويشرب ايه وينام ازاي ويتمرن ازاي.
الحاجات دي كلها تخش في جانب مهم جدا في حياه الرياضي بشكل عام. اتحاد الكوره عايز يعمل الموضوع ده ويدخله، يبقى منطق الكوره في مصر مش بس ان واحد يبقى لعيب كوره كويس، لا وكمان كل ما يحيط بلعيب الكوره ده عشان يبقى في 90 دقيقه في احسن شكل. على فكره مع الكلام ده معمول مع برشلونه، وعشان كده بتشوفوا دايما ميسي والناس دي ما بتتعورش عضليا كتير، لان هم عاملين التحاليل دي وبيشتغلوا عليها، وفي فرق كتيره جدا. وده هيكون بكره ان شاء الله في المؤتمر الصحفي اللي هيبقى في اتحاد الكوره باذن الله صباحا. بشكركم شكرا جزيلا، بشكر اسلام واحمد.